يا دكتور رحت لاشهر دكتور نسا عندي في المنطقه وما استريحتش معاه، الله يسامحه. وهنا نسال نفسنا سؤال، ازاي اختار دكتور النسا، دكتور الاطفال، دكتور الجراحه؟ رقم واحد، بتسالي ناس حواليكي مروا بالتجربه دي قبل كده. 2، يكون دكتور بيسمع الحاله بتاعته وبيجاوب على كل اسئله. 3 بقى، ودي مهمه جدا، انك تكوني مرتاحه نفسيا معاه. 4، لا تنخدعي بالشهرة. وارد قوي ان يكون دكتور مش مشهور خالص ومحدش يعرفه وشاطر جدا، ودكتور مشهور جدا بس اقل كفاءة من اللي احنا قلنا عليه في الاول. 5، خطة طوارئ. لو حصل لك اي حاجة عندك بلان A وبلان B وبلان C، في خطة طوارئ لو حصل اي حاجة انا مطمنه وهعرف اتصرف. 6، يكون في وسيله تواصل اخرى غير الكشف. زي ايه؟ زي الواتساب. بس خلي بالك ندي فرصه للدكتور ان هو يجاوب علينا، لان الدكتور بشر، بياكل وبيشرب وبينام وبيخش العمليات وبيبقى عنده كشوفات، فنديله فرصه ان هو يجاوب على الواتساب. وطبعا يكون مشهود له بايه؟ بحسن الخلق، لان الدكتور مؤتمن على عيانينه.